هما بيقولوا يعني ان القرآن من تأليف سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طب يعني خلينا يعني بالمنطق كده وبالعقل، يعني خلي اللي بيتكلم زي ما بيقولوا مجنون واللي بيستمع عاقل. طب انا كحد ألف قرآن وكاتب كلام فيه والمعجزات دي كلها، ليه هنسيبها لله؟ يعني انا كعالم، تمام، لو هنفترض يعني ليه هنسيبها لحد تاني؟ يعني ليه هقول الحاجه دي مش بتاعتي؟ تمام. يعني انت لما تيجي تقول لي يعني مثلا انا مثلا احنا بنتسابق مين اللي يجيب 100 جنيه مثلا، تمام، وانا جينا اختفينا مثلا ساعه عن بعض وقلت لك بص ده انا جبت 100 جنيه دي. ايه ده جبت؟ انت بقى تستغرب، لو ايه ده جبتها ازاي؟ ده احنا لسه ما بقالناش ساعه، لسه هنحاول نشتغل ونعمل. فبقول لك انا جبتها بمجهودي، والحقيقه ان في حد جه اداني ال 100 جنيه دي، انا ما جبتهاش، انا ما تعبتش فيها، يعني ده حد جه اداني، تمام. ف انت هتبص لي بنظره ايه؟ هتبص لي بنظره ان انا ذكي وعبقري لو انا ما قلتلكش الحقيقه. لكن لو انا قلت لك الحقيقه، قلت لك لا ده بصراحه يعني انا ما كنتش ذكي والله للدرجه اللي انت متخيلها، يعني فانا ما استاهلش النظره اللي انت تبص لها لي ديت. ده هو في واحد جه اداني. مين ده اللي اداها لك؟ اهو ده اللي اداني ال 100 جنيه دي. فانت هتبص لي بنظره ايه؟ نظره ان انا شخص عادي طبيعي، تمام. فهل ان انا يتبص لي بنظره ان انا شخص كويس وعبقري ودماغي نظيفه واحسن، ولا يتبص لي بنظره ان انا شخص عادي وان انا شخص زيك وتفكيري عادي؟ انهي احسن بالنسبه لي انا كشخص؟ لا طبعا اكيد انك تبص لي ان انا في حته تانية، اكيد ان دي حاجه كويسه، او دي حاجه احسن من انك تبص لي ان انا شخص متوسط، تمام. ف فكذلك سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام في كل كلامه بيقول ايه؟ انما انا بشر مثلكم، انما انا بشر مثلكم يوحى الي. يعني انا ده لو ده كلامي وانا اللي مالفه، انا ليه هنكره؟ ما هقول لك ان ده كلامي وهقول لك ان ده، والعلم هيفضل مخلدني غصب عن اي حد، زي نيوتن واينشتاين واللي بتقول عليهم علماء، يعني هم علماء ماشي مكتشفين بس، وفي حاجات هم يعني بيعرفوها بيلاقوها انها غلط اساسا في العلوم ديت، ومخلدين العلماء. يعني كل عالم اصلا بيخترع حاجه، تمام. تلاقي اينشتاين عامل القانون باسمه، تلاقي نيوتن عامل الوحده الوحدات باسمه. واللي يفهم الكلام ده حد ناس في طلاب اصلا في ثانويه عامه، يعني يفهموا ان الناس ديت كل عالم بيجي بس يعني يحط يعني فسوه، ببقى عامل له مهرجان حواليها، اسمه هنا وحرف من هنا الكبير بتاعه اول حرف من اسمه ليه؟ علشان عايز يتخلد. هو طب العالم ما قالكش، ما جاش قال لك بقى ايه؟ هو مش منطق عالم اهو، بص ركز في الكلام، عالم ليه ما جاش قال يا جدعان دي من عند ربنا، دي مش من عندي، دي من عند ربنا؟ ليه؟ لان هو بيحب، لا انا عايز اتخلي ده، انا اللي تعبت، انا اللي او بمعنى صح، لا ده انا ذاكرت الحاجات ديت واكتشفت الحاجات دي، تمام. فالرسول عليه افضل الصلاه والسلام ما عملش كده، ما عملش كده. اعترف بالحقيقه وقال لي انما انا بشر مثلكم. انا ما انا ما مش انا اللي تمجدوني، او مش انا اللي اتعبد، ده الكلام ده بتاع ربنا مش بتاعي انا، اعبدوه هو. انا ده مش كلامي، ده مش كلامي انا، ده كلامه هو. ف بيبرر او بيبرأ نفسه من اي كلام، اذا كان حديث او اذا كان آية قرآنية، ان هو يكون ليه مجهود فيها خالص. شوف، تلاقي ربنا بيقول انما هو وحي يوحى. حتى ربنا اهو كلام ربنا هو وحي يوحى، أو يعني وما ينطق عن الهوى، وحي يوحى، هو يوحى اليه. يوحى ايه اليه؟ تمام. ف... فلما حد يجي يقول لك القران من تاليف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، قول له طب هو ليه من تاليفه ما نسبوش لنفسه؟ اديني سبب واحد منطقي، ان واحد يتعب كل التعب ده كله وفي الاخر يقول لك مش بتاعي. سلام.